عندنا انواع كتير للقلق، كلنا ممكن نكون مش عارفين ايه هي، فاحنا محتاجين النهارده نتعرف عن انواع القلق وازاي احنا اصابنا بالقلق وايه طرق العلاج بتاعتها. معاكم شيماء ثابت احمد، اخصائي نفسي كلينيكي. عندنا انواع كتير للقلق، كلهم متشابهين في اعراض القلق بس مختلفين في المواقف اللي بتظهر فيها وفي انواع الافكار اللي جواها. زي اول نوع عندنا قلق اسمه قلق الانفصال. الشخص اللي مصاب بقلق الانفصال بيبقى خايف يبعد او عنده قلق شديد من انه يبعد عن مصادر الرعاية بتاعته بطريقة مش متماشية مع العمر الزمني بتاعه، او بيبقى عنده دايما احلام او كوابيس ان ممكن مصادر الدعم بتاعته دي يحصل لها حاجة، وده بينتج عنه ان هو ممكن يعيقه في مجالات حياته. عندنا نوع تاني اسمه الصمت الانتقائي. ايه هو الصمت الانتقائي؟ اللي هو الشخص بيبطل ان هو يتكلم في موقف هو المفترض فيه يتكلم، مع انه بيتكلم في مواقف تانية عادي زي المدرسة، وده بينتج عنه برضو سوء تحصيل دراسي وبينتج عنه مشاكل كتير قوي. عندنا قلق تاني وهو القلق العام، اللي هو قلقانين من كل حاجة في حياتنا، كل حاجة احنا قلقانين منها في كل مجالات حياتنا، ده نمط عام في التفكير عندنا. عندنا قلق تاني وهو الرهاب المحدد. ده بيعمل ايه؟ بنبقى قلقانين من مصدر معين، زي الخوف من نوع معين من الحشرات، خوف مثلا في ناس بتخاف من الدقيق وبتبقى قلقانه جدا، فده اسمه رهاب محدد. عندنا رهاب تاني اسمه رهاب الخلاء او الساحه، وده الناس بتخاف تبقى موجوده فيه في اماكن مفتوحه، في طوابير، في جمعيات، بتبقى قلقانه جدا. عندنا قلق تاني وهو القلق الاجتماعي. الشخص ده بيبقى دايما مشغول، يا ترى الناس بتقول عليا ايه، يا ترى صورتي قدام الناس ايه، فدايما بيتجنب الوجود في اماكن عامه او مع جروبات او في الشغل، تلاقيه دايما قاعد لوحده، تلاقيه دايما محتاج يطمن على صورته قدام الناس. في عندنا نوع تاني وهو اضطراب الهلع او البانيك اتاك، والشخص المصاب بالاضطراب ده بيبقى دايما خايف من اعراض القلق اللي عنده او انه يجيله الاعراض بتاعه البانيك في اي مكان، فده بيخليه يتجنب الخروج، يتجنب القعاد في الشغل، يتجنب اي حاجه ممكن يجيله فيها البانيك اتاك. ايه العوامل اللي ادت للاصابه بالقلق؟ اول حاجه عندنا عامل بيولوجي. احنا كلنا الجهاز العصبي بتاعنا شغال، وربنا خلقه ان احنا لما نتعرض للخطر يحصل استجابة عشان يحمينا من الخطر اللي جاي دوت، عن طريق الهروب، عن طريق التجمد، عن طريق ان احنا نحل الموضوع. لكن مريض القلق المنطقة ديت شغالة طول الوقت، عنده حية طول الوقت، مترقبة طول الوقت، على أتم الاستعداد وكأنه متهاجم طول الوقت. عندنا استعداد في التنشئة، حصل له إهمال شديد، حصل له حماية زايدة، كان اتعرض لإيذاء جسدي أو إيذاء نفسي أو تروما، كل ده برضو بتساعد على الإصابة باضطراب القلق. عندنا الخبرات السلبية السابقة، زي مثلا الشخص اللي عنده اضطراب القلق الاجتماعي بيبقى ممكن يكون اتحط قبل كده في موقف اجتماعي وتعرض للإهانة، تعرض للجرح وما لقاش حد يحميه، فهيتكون عنده اضطراب القلق الاجتماعي. في ناس توارثت القلق من اهلهم، يعني احنا توارثنا استجابة الخوف من اهلنا، ممكن يبقى موقف ما يستدعيش الخوف بس احنا اهالينا خافوا من الموقف ده، فاحنا بيفضل عندنا الخوف من الموقف ده. نوع العلاج اللي بيستخدم في علاج القلق هو العلاج المعرفي السلوكي. لازم نفهم ان احنا مشكلتنا في القلق مش المثير اللي احنا بنقابله، مشكلتنا هي في طريقة تعرفنا للمثير ده او طريقة ادراكنا للمثير ده. زي لو حد رايح الشغل ممكن يقول ان انا هترفد، يجيله فكرة ان انا هترفد، لكن مريض القلق ممكن يتجنب انه يروح الشغل، ممكن يسوف انه يعمل شغله لانه مفسر المثير ده على انه مهدد كبير جدا. احنا بنبدأ نتعلم المريض بتاعنا إعادة التأويل، بنبدأ نعلمه إعادة البناء المعرفي تاني، يتعامل مع أفكاره بشكل مختلف، بنصحح المعتقدات اللي اتكونت عنده ونبدأ يتعامل معاها بشكل مختلف، وكمان بنعلمه ازاي يتعامل مع الأعراض الفسيولوجية بتاعته عن طريق بعض تمارين التنفس، تمارين الاسترخاء، وكمان في جزء سلوكي زي لو في مواقف هو بيتجنبها احنا بنعلمه وبنعرضه للموقف ده بالتدريب.